السلام عليكم. ليلة لقاء منتخبنا الوطني أمام منتخب بنين في دور ال16 من بطولة أفريقيا. الحقيقة تعودنا من حسام حسن على المرونة التكتيكية في مبارياته من أول ما مسك منتخب مصر، سواء بقى في تصفيات أفريقيا أو في تصفيات كأس عالم أو حتى في بطولة أفريقيا الفترة اللي احنا فيها دلوقتي. ولما ابتدينا بقى في بطولة أفريقيا وأول ماتش أمام زيمبابوي كان في اتزان، بدأنا بشكل متزن نوعا ما. بان عندنا مشاكل كبيره في المنظومه الدفاعيه في ماتش زيمبابوي، وبناء عليه الراجل عدل الاوتار قدام جنوب افريقيا بحكم ان هو المنافس المباشر ليك على زعامه المجموعه. عدلنا فعلا الاوتار وقدر ان هو يكون منظومه دفاعيه متماسكه بقياده حمدي فتحي، وان هو رجعه سقطه ليبرو ورا ولعب باثنين سردباكات تقريبا 3-5-2 او 3-4-3 في التحولات الهجوميه، وقدر ان هو يبين شكلنا الدفاعي بشكل احسن. اللي انا عايز اقوله ايه؟ اللي انا عايز اقوله ان الراجل ده او كابتن حسام بيقدر يتعامل مع الشكل التكتيكي لمنتخب مصر على حسب كل منتخب وكل سكواد هيقابله. انا بشوف ان هو قدام جنوب افريقيا وسير اللقاء اللي خده كمان ان هو يدافع ويلعب بالشكل اللي احنا شفناه ده، فهو كان مجبر على كده وقدر ان هو يصير اللقاء بشكل متميز جدا. وكذلك ماتش انجولا انت ما كنتش عايز حاجه من اللقاء غير ان انت تجرب العناصر اللي قاعده بره وتدخلهم في اجواء البطوله، وقدر ان هو يعمل كده بالفعل. وفي نفس الوقت حافظ على نفس الشكل ونفس الطريقه الدفاعيه اللي احنا، او مش الطريقه الدفاعيه، الطريقه المنظمه اللي تقدر تداري عيوبك الدفاعيه، واستمر بهذا المنوال في ماتش جنوب افريقيا. انا بشوف ان احنا هنقابل بكره بنين، ان احنا محتاجين ان احنا يكون عندنا مرونه هجوميه اكتر. مش معنى كده ان انا اسيب الدفاع كارثي او ان انا اهاجم بكل السبل والاشكال، لا، لازم يكون في اتزان. بس في نفس الوقت مش لازم ان انا اكون متحفظ بزياده، مش لازم ان انا اسيب الماتش يعدي منه وقت طويل جدا وانا ما اكونش لسه سجلت. انا محتاج بكره ان انا اسجل بدري، محتاج ان انا هيمن على الماتش من البدايه، وان انا اخوف المنافس واحط فيه جول او جولين وهو لسه مخضوض وهو لسه ما دخلش في الجيم، لانه لو عدى وقت ودخل في الجيم الموضوع هيبقى اصعب علينا بشكل اكبر، هنضغط بشكل اكتر. وانا بشوف ان ضغط حسام في الماتش بيكون كبير جدا وبيأثر بشكل كبير جدا على اللعيبه، فانا متخوف الحقيقه من الحته دي. فبناء عليه التشكيل اللي الواحد لو شافه بكره ممكن يحس ان هو الدنيا فيها هيبقى فيها ترابط ما بين نص الملعب والهجوم، لان خد بالك انت عندك اكبر مشكله بالنسبه لك هي الربط بين الدفاع والهجوم. احنا ما عندناش اللعيب البلاي ميكر او نص الملعب اللي عنده لمسات سحريه تلعب المنظومه الهجوميه الجباره اللي قدام عندك دي. ممكن نوعا ما مروان عطيه بيقدر يلعب الشورت باص واللونج باص وعنده رؤيه في الملعب بشكل كويس، وكذلك امام عاشور اللي وجوده بكره مهم جدا جدا جدا، عشان متوقع ان منتخب بنين هيلعب على الهجمه المرتده وهيضيق المساحات. تضييق المساحات يا جماعه بيحتاج لعب سحري، بيحتاج لعب بره الصندوق. امام عاشور هو اللي يقدر يفك الالغاز والطلاسم دي بكره، ان هو يحرك مرموش وصلاح بكور غير متوقعه، يوديهم ويخلق فرص حقيقيه للتسجيل. ما يبقاش بقى الاعتماد كلي على الامكانيات الفرديه للمرموش او كور نستنى كور جوه الصندوق لصلاح. ففي لعيبه كده انا محتاج ان انا اشوفها تبدا الماتش بكره مما لا شك فيه لازم تبدا يعني. فلو هنتكلم على التشكيل فاعتقد ان الشناوي هو اللي هيبدا بكره. هنلعب بنفس الطريقه اللي لعبنا بيها قدام جنوب افريقيا وانجولا، مع اختلاف بسيط لحد ما نسجل. ايه هو الاختلاف البسيط لحد ما نسجل؟ بدل ما نلعب حمدي فتحي ليبرو ما بيتقدمش خالص بين استردباكات، لا، حمدي لازم يكون عنده تعليمات ان هو يتقدم في نص الملعب وما يبداش ان هو ليبرو او نرص الخمسه اللي بنرصهم ورا ونبتدي مدافعين. لا، حمدي هيكمل في نص الملعب، وهنبتدي برامي ربيعه وياسر ابراهيم، الثنائيه اللي ثبتت اقدامها واثبتت انها جديره بخط دفاعنا. ناحيه الشمال احتاج ان انا لازم اشوف فتوح في الملعب. فتوح بلعيب مبتكر، عنده اللمسه، بيعرف يربط بين الخطوط ويعرف يتعامل تحت ضغط ويخلق فرص كويسه قدام، عنده حلول هجوميه ممتازه. نص الملعب اعتقد هيبقى مروان عطيه وحمدي فتحي اللي هيتقدم جنبه واحنا معانا كوره. قدامهم لازم اشوف امام عاشور، لازم امام عاشور يبدا يا جماعه. امام عاشور لا غنى عنه في ماتش زي ده. على الاقل امام عاشور لازم اشوفه بيلعب 60 دقيقه بكره.
لحد ما اطمن على اللقاء واطمن ان انا ضمنت اللقاء وابتدي ان انا اخرجه والعب زيزو او العب اي حد تاني. محمد هاني هيكون ناحيه اليمين وقدام محمد صلاح، واتمنى ان انا اشوف عمر مرموش ناحيه الشمال ومصطفى محمد. اتمنى نبتدي بالثلاثي ده يا جماعه، وان انا اشوف بكره تريزيجيه قاعد على الدكه. اولا تريزيجيه مش هو تريزيجيه اللي احنا عارفينه، مش هو تريزيجيه بالحيويه بتاعت زمان والسرعه. تريزيجيه يا جماعه بقى عنده مشكله كبيره جدا في اليوترنات، مش احسن حاجه. تريزيجيه ما بقاش لعيب الخط اللي هو يقدر ياخد الخط بسرعته بحيويته ويخش شمال ويشوط زي زمان. تريزيجيه محتاج يقرب من الجون اكتر، كل ما قرب تريزيجيه من الجون اكتر كل ما هيكون اخطر. وانا بشوف ان تريزيجيه بكره لو نزل كبديل هيبقى ورقه كويسه جدا. وتريزيجيه على فكره من نوعيه اللعيبه اللي لما بتقعد وتنزل بتبقى كويسه جدا وبتديك 100%. فبالنسبه لي ده يكون التشكيل المثالي بكره اللي نبدا بيه قدام بنين. ولازم اول ثلث ساعه يا جماعه يكون في ضغط رهيب على فرقه بنين، لازم يكون في ضغط ان انا احاول اسجل جول او جولين باي شكل ومهما كلف الامر. الماتش ده مش محتاج ان انا ابتدي متحفظ، الماتش ده انا لازم اخطف، لازم اهيمن من اول الماتش، لازم ادي لعيبه بنين كده من الاخر على دماغها قبل ما تخش في الماتش. وبعد كده بقى بعمل اللي انا عايزه، ارجع حمدي بقى بين السردباكات واقفل وانزل اللي انا عايزه وامن براحتي. فبالنسبه لي دي التشكيله المثاليه اللي احنا نقدر نبدا بيها بكره قدام بنين، وان شاء الله باذن الله نعبر دور ال16 ونروح بقى عشان نقابل كوت ديفوار او نقابل بوركينا فاسو ونبتدي الطحن بقى، نبتدي الطحن. صديقي العزيز لو وصلت لحد هنا اكتب لي في الكومنتات ايه التشكيل المناسب اللي يبدا بيه حسام حسن ماتش بنين بكره. وفضلا بقى وليس امرا اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد اول باول. اشكرك مره تانية، شكرا جزيلا، سلام عليكم.